هلا وهلا يا حلوين، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحة وبعافية، وانتوا تشاهدون الفيديو لهذا اليوم. ان شاء الله يا ربي كلكم بألف خير وصيام مقبول ورمضان كريم ومبارك عليكم كلكم. وبداية كل شي وقبل ما نبدي الفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الأطهار. بنات، بما أنه أنتو حبيتوا الروتينات، فاليوم سويت وياكم روتين غسل مواعين، وماتين راح نسوي فطور، راح أسوي مندي وياكم. يلا وياي تابعوا الفيديو للأخير، إن شاء الله يكون الفيديو ممتع وغير ممل. بناتي هنا شوفوا، خليت مثل ما تشوفون خليت المواعين ودا انظفهم، دا اغسلهم. هاي المزهرية الحلوة هماتين دا انظفها. وعندي اليوم موضوع التنمر. بناتي هواية من البنات خطية يشكولي وقالوا فتحي موضوع عن التنمر، يعني احكي عن التنمر. فهواي بنات يعني يتنمرون، انتي قصيرة، انتي طويلة، هاي سمرة، هاي خلقة رب العالمين، أو هاي بيضة، أو نحيفة كلش، أو سمينة. فخطية هاي البنية كلش نحيفة، يعني حتى والدتها تقلد عليها أو تتنمر عليها. فتقول أني أريد البنات يشوفوا لي حل، لأنه الكل يتنمر علي، وحتى والدتي اللي هي أقرب ناسي هماتين تتنمر علي وتقولي شلون شحالك انتي صايرة كأنك ما أدري كانت مسطرة، ما أدري شو يقولولها، يعني كلش. فخطية البنية متأذاية. فأني حابة أقول لهم لا تتنمرون، بابا عيفوا التنمر. هسه على من تتنمرون؟ يعني ايش تنمرون؟ ايش راح تحصلون؟ وحابة اقول للبنية، اقولها اللي يتنمر عليك هذا يعاني منك، يعاني من نجاحك، يعاني من تألقك، يعاني من تميزك. يعني اي واحد يتنمر عليك فهو مغثوث من عندك ويعاني من عندك، يعني اما انت تكونين مميزة فد شي، لازم تكونين مميزة. لو مو مميزة فد شي كان ما قاموا يتنمرون عليك، فأنتي لا تهتمين. وحابة أقول لهم يعني وأوجه لهم رسالة ذولا اللي يتنمرون، يعني أنت تنمرت أو أنتي تنمرتي على الناس، يعني إيش راح تحصلين؟ بعدين ها خلقة رب العالمين، يعني إحنا ما إلنا أي دخل بيها وأي غرض ما إلنا بيها، وما نعرف شنو اللي يعني شلون راح نطلع، أبيض أسمر، بأي أرض ننولد، بيا مكان نعيش، ما محددين مصيرنا إحنا. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي محدد مصيرنا. انتوا ليش خطية يعني تتنمرون عليها وهاي القساوة؟ يعني تقبلون أحد يتنمر عليكم؟ يعني الواحد لازم ينصف، يعني انتوا ما تقبلون على أنفسكم وعادي تتنمرون على الناس. يعني حتى خلقة رب العالمين ما خلصت من عندنا، ما خلصت من التنمر والإساءة من أقرب ناسها. وانتي الأماية، انتي أحب أوجه لك رسالة، انتي لازم تكونين الحضن الدافي لبنتك، ولازم أي واحد يحكي ويتنمر عليها انتي توقفين بوجهه، توقفين بعينه، وتقولي له لا، هاي بنتي. لو مهما يكون، لو أقرب الناس اللي تنمر عليها المفروض انتي تدافعيلها وتكونين سندها، مو انتي اللي تسيئيلها وانتي اللي تتنمرين عليها ويا الناس وتوقفين ضدها. انتي شنو من أم لعد؟ الأم تكون سند وتكون ملجأ لأولادها، مو تكون ضدهم بكل أوقات، وخاصة من بالتنمر. يعني هاي شغلات التنمر اللي يتنمرون دائما ذولا المتنمرين، أنا شقد أكرههم، شقد ما أحبهم أبد، ما أحب شغلة التنمر. يعني إيش عش تتنمرون؟ يعني ليش؟ بشنو انتو أحسن من عدها؟ انتو لو ما مغثوثين من عدها كان ما تنمرتوا عليها. وهنا صرنا مواعيننا وكملناهم، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. تابعوا القصة للأخير،
وهسه البنية تقول خطية أني واصلة حالتي النفسية واصلة للانتحار. بنات تقول أحس نفسي مرات أريد أنتحر بسبب التنمر. تنمر الناس، تقول خالي يتنمر علي، عمي يتنمر علي، والدتي اللي هي والدتي اللي لازم تكون سندي وظهري وتدافع لي، هي نفسها أمواتين تتنمر علي. مرة تقول لي مسطرة، ومرة تقول لي ماسحة. أجلكم الله، يعني ضعيفة يعني أو نحيفة كلش. شلون الماسحة؟ فهي خطية من هذا الموضوع كلش متألمة. انت ما تدري من تحكي هاي الحكاية ايش راح تترك وراها من أثر، ايش قد راح تألم المقابل. انت يا أمها، انت يا والدتها، يعني المفروض ما تحكين هاي الحكاية. وانت يا عمها وخالها، وانت المفروض تكونين سندها وتوقفين وياها حتى بوجه أخوك أو أقرب ناسك. مفروض توقفين بوجهها وتقولي له لا، لا تحكي عليها، لا تتنمر عليها، لا تتنمر عليها، واترك هذا الموضوع نهائيا، وإلا أني اللي راح أوضع لك حد. انت يا الوالدة المفروض هذا الكلام يطلع من عندك. وهنا أنا يا بنات مثل ما شفتوا كملت غسل مواعين، وكملت تنظيف الكاونتر والمطبخ كليته. وهنا أنا اشتريت هذا الجهاز وحبيت أشاركه وياكم، واللي هو خلاط. طبعا هذا الخلاط كلش حلو وعجبني، وسعره كان كلش مناسب. كان سعره 28,000، رادة 30 بس انطاني اياه 28,000. ومثل ما تشوفون هنا أنا خليته. وهاي الغلاية مالت الشاي أو الشاي اللي ما يعرفها. هنا كمليته صار المطبخ يلمع لمعان. شوفوا المنظر يحكي ويتكلم. هنا أنا نقعت خضرة، طبعا لقطتها ونقعتها وقلت خلي أغسلها. نرجع لموضوعنا بنات البنية، تريد نصيحتكم، وأني من يمي أنصحها أو أقول لها لا تهتمين، وكل اللي يتنمر عليك هو دا يعاني منك، يعاني من نجاحك، يعاني من فد شي، حتى بالمدرسة أو في شي، أو مو موظفة، أو انتي مميزة، لو مو مميزة، لو مو ناجحة، لو ما بيج فد ميزة حلوة يشوفك أحسن من عنده، ما كان يتنمر عليك أبد. فخليها ببالك يا حبيبتي، دائما الإنسان المميز، الإنسان الناجح، الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى متفضل عليه بميزة خاصة، هو هذا الإنسان اللي متعرض للتنمر والسخرية من بعض نماذج. طبعا مو الكل، مو الكل، لا ما أقصد الكل، أني أقصد يعني النماذج التعبانة اللي يعني شوف اللي يحقد على الأحسن من عنده. أو أكو مثل شعبي عندنا يقول العين تكره الأرجح من عندها، يعني أي واحد يشوفك أنتي أحسن من عنده صح راح يكرهك وراح يطلع بيك ألف عيب، مو بس عيب واحد، وراح يحاول يغثك بشتى أنواع الطرق. ولهنا اكتملت قصتنا، والحمد لله والشكر. وبقت النصيحة اللي البنية تريدها من عندكم، وأني قدمت نصيحتي وقلت لها لا تهتمين وانتي أحسن من عندهم، وخليك قوية، خليك قوية، خليك قوية، ولازم إرادتك تكون كلش قوية. هنا أنا راح نسوي فطورنا، وهذا اللحم سالكته ومكملته ومسوية تتبيلة أنا وياكم بالقناة بعدة فيديوهات، يعني أكثر من مرة أنا مسوية التتبيلة مالت المندي، بس هالمرة سويت مندي لحم ومندي دجاج. خليت دجاج يعني نص دجاجة، وهاي اللحمة، وهاي التتبيلة أنا مسويتها قبل فترة يعني، بس ما أعرف وين راح التصوير. إذا حابين تشوفوها يعني عندي بالفيديوهات موجودة، الفيديوهات السابقة، فتقدرون إذا حابين أترك لكم الرابط مال الفيديو طبخ المندي، وروحوا على الفيديو وهمينا تشوفونه. طريقة كلش حلوة وسهلة وبسيطة،
وما تكلف يعني وما تاخذ وقت. هنا أنا مثل ما تشوفون تبلت اللحم ويا الدجاج. أول ما خليت الدجاجة أو بعدها خليت اللحم، وراح أخليه فد ساعة ساعتين ثلاثة لمن أريد أطبخه، يعني وقت الفطور هيك، يعني يجي وقت الطبخ مالت الفطور. هو أني أقوم كل يومية أطبخ الساعة ب2:30 ب3 هيك. هنا أنا طبعا هاي على طريقتي، سويت التمن وغسلته ونقعته، وخليت هاي إضافة من عندي الجزر والبطاطا، لأنه جهالي يعني كلش يحبون الجزر والبوتيتا أو البطاطا ويا المندي، يعني كإضافات، يعني حسب الرغبة أو حسب الذوق. هاي حسب رغبة أولادي خليتها. وخليت كم فلفولة، فلفل حار طبعا يحبونه شوية حار لاذع الأكل، دائما يحبوه يجي. هنا أنا خليت لهذا السيليفون مثل ما تشوفون يا بنات، وثقبته بالسكينة على مود تنزل كل السوائل اللي راح أخليها مالت التتبيلة كلها تنزل بالقدر. هنا أنا سلفنتها سلفنة زينة ومعدلة، ومالت المعدلات مقولتي الشهيرة. هنا دخلتها للفرن، وهنا أنا طلعت من الفرن واللحم والدجاج ذايب ذوب. طبعا أنا سلقته نص استوى اللحم مثل ما شفتوه، وهنا صار شكله وطعمه يجنن. بالفطور ما تو عليه، يعني مو شلون ما كان، يعني كان كلش طيب. والرز مالته هماتين كلش طيب، او التمن. شوفوا هنا طبعا هسه تقولون شلون صاير متنقع وما اعرف شنو، بس لا، شوفوا يعني أنا ما خليت له مي هواي، يعني إيش قليل. وهاي كلها بس السوائل مالت الدجاج ومالت اللحم نزلت عليه، فانطته طعم يعني كلش طيب. هنا هاي دارسينة خلتها وخليت هيل وخليت توابل كاملة مال مندي. هنا أنا صبيت وكان شكله كلش حلو. وطبعا احنا نحب اللمة، ودائما نصب بصينية واحدة، يعني ما نصب بالمواعين، دائما نصب بالصينية. ودائما كل تصوير يشوفونه بصينية أو منسف، وكل احنا نلتم عليه. احنا يعني أنا وجهالي وأبونا زوجي كل احنا أو نقعد قعدة واحدة. صح هي هاي الصينية مو كلش كبيرة، بس هاي هي الحمد لله والشكر. بس أهم شي اللمة. وهنا أنا هذه الفلفولات لأن ابني يحب الفلفل حار بالأكل، فقال لي ماما خلي الفلفل الحار وطلع شكله وطعمه يجنن. وسهمنا وسهمكم ألف عافية، تمنيتكم وياي متابعاتي. انتو صدق والله صدق النعمة اللي يدز لي اياها رب العالمين. بنات والله انتو نعمة من رب العالمين، وانتو احلى هدية دز لي اياها رب العالمين من تعرفت عليكم يا احلى صديقات وخوات. وهنا التقيكم في فيديو جديد، اترككم في حفظ الرحمن.